السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. جينا لكم بفيديو جديد وهنقول لكم معلومة جديدة. في حاجة بتحصل معاك ممكن بعفوية بدون ما تعرف ايه النتيجة بتاعتها، وبتعرض نفسك للحبس سنتين من غير ما تعرف وانت ما تقصدش اي شيء. النهاردة انت ماشي في الشارع ولقيت شيء، لقيت حاجة واقعة في الشارع ايا ما كانت هي الشيء دي. لو انت ما وصلتش لصاحبها او مثلا ما سلمتهاش لاقرب مركز شرطة خلال 3 ايام، وجاء صاحبها وصل لك انت واكتشف ان انت سيء النية او كانت عندك نية اختلاس الشيء ده، انت بتقع تحت طائلة القانون وبتعرض نفسك للمساءلة القانونية، والحبس قد يصل ل2 حبس. لكن لو انت بلغت مركز الشرطة، او انا مثلا ماشي لقيت شنطة فيها اي شيء فرحت مركز الشرطة فعملت اثبات حالة وسبتها في المركز، لو عدى عليك اكتر من 3 ايام وانت محتفظ بالحاجة دي ان صاحبها يرجع وياخدها منك او توصل له، انت معلكش مسؤولية قانونية. ولكن اللي بيحكم الموضوع ده ظرف النية، سواء انت حسن النية ام سيء النية. يعني لو انت محتاج لسه عندك بنية اختلاسها بتعرض نفسك للمساءلة القانونية. انتظروني في فيديو جديد ومعلومة جديدة.